بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. مرحبا طلابنا، طلاب الصف الأول الثانوي، مع درس من دروس شهر نوفمبر، وهو درس الأدب في عصر صدر الإسلام. طبعا قبل ما نحل التمارين مع بعض كنا حابين ان احنا الاول نتكلم على المعلومات الخاصة بالدرس، ونتعرف كده واحدة واحدة على المعلومات، ولو في كلمة صعبة نحاول نوضحها يعني وانت بتذاكر بعض الألفاظ، الكلمات مش عارف دلالتها ايه. فنبدأ مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونسمي الله، ونقول أثر الإسلام في حياة العرب. العرب لما دخل عليهم الإسلام كانوا عبارة عن مجموعة من القبائل المتفرقة، ربما نقول كمان المتعادية المتحاربة الجاهلة، اللي ما عندهاش يعني عندها صفات من صفات العرب زي الأصل والمروءة والنجدة والشجاعة وكل ده، ولكن هم في نفس الوقت كان عندهم مشاكل أخرى متعلقة بأن أي حد ممكن يهاجم أي قبيلة، تهاجم أي قبيلة. اي انسان ممكن لو عنده قوة يأثر اي انسان تاني ويخليه عبد عنده. فاي قبيلة تشعر بنقص الطعام بتاخد الطعام من اي حد تاني. لو حد من ملقاش شغلانة ممكن يشتغل قاطع طريق، يقتل اي حد بسهولة وياخد ماله مفيش مشكلة. فالاسلام طبعا دخل عليهم فعدل هذه المشاكل الكبيرة، وابتدأ يجمع العرب تحت قيادة واحدة، وهي قيادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيادة الإسلام والقرآن والدستور النبوي والسنة النبوية. طيب بيقول ما المقصود بعصر صدر الإسلام؟ عصر صدر الإسلام هنا، كلمة صدر الإسلام يعني بداية الإسلام. فعصر صدر الإسلام هو الفترة الزمنية اللي بدأت من أول نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو عنده 40 سنة، وحتى انتهاء عصر الخلفاء الراشدين سنة 40 هجريا، عندما قتل بكل أسف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وتعين بعد كده او تولى معاويه بن ابي سفيان الحكم والخلافه. فبدأ عهد جديد اللي هو الدولة الأموية اللي لسه هنخش عليه بعدين. طيب السؤال التاني بيقول وضح أثر ظهور الإسلام في حياة العرب. لما ظهر الإسلام في حياة العرب هل أثر فيها ولا فضلت حياة العرب مستمرة زي ما هي بكل مميزاتها وعيوبها؟ طبعا هو أكيد أثر فيها تأثير شديد جدا، حيث أنه غير الصفات. الكثير منهم كان بيعاني من قسوة والشدة، واحنا لاحظنا انه الصفات دي اتغيرت، يعني تبدلت الى اللين والرحمة والعطف على الناس، وكذلك يبقى من القسوة والشدة اصبح في رحمة ورأفة ولين الى اخره. طيب برضو حياتهم اتغيرت من الظلم في البداوة والجهل اللي كانت فيه الى العدل والحكم بين الناس بمنتهى الشفافية والعدالة. تم تحويل الاخلاق من الاخلاق الفاسدة اللي ما عندهاش لا حرمة دين ولا حرمة مجتمع الى ايمان بالله عز وجل ومراعاة لكل اوامر ربنا عز وجل، لان ربنا هو الواحد وهو الرزاق، فهو اللي بيده كل شيء. الامة الاسلامية توحدت تحت لواء الاسلام، واصبح زعيمهم هو النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ودستورهم وقائدهم هو القرآن الكريم. والكلام ده يا جماعة بعد ما كانوا قبائل متفرقة تجمعهم على العصبية القبلية، ودي كانت من عيوب الجاهلية اللي هي المرحلة قبل الإسلام. عيوب الجاهلية قبل الإسلام كانت يعني صفتين من أشد الصفات صعوبة. أولهم الوثنية، عبادة الأصنام والأوثان، وثانيهم العصبية القبلية، ان التعصب للقبيلة، لان الوثنية كانت بتخليهم يفقدوا دينهم وعلاقتهم بربنا، والعصبية القبلية كانت بتؤدي في كثير من الأحيان ان هم يفقدوا حياتهم، يتعصب لقبيلته فيخش في حرب فيتقتل من هنا آلاف الرجال ومن هنا آلاف الرجال، والحرب تستمر لسنوات طويلة جدا. طيب الإسلام قضى على الوثنية الجاهلية، أيوة فعلا قضى عليها بكل أشكالها، سواء كانت عبادة أصنام أو عبادة أو حيوانات أو عبادة كائنات أو عبادة مخلوقات في الكون. وطبعا الاسلام ارتقى بعقل الانسان، وكان بيدعوه دايما للتفكر في في خلق الله عز وجل، عشان ما يعبدش حاجه لا تسمع ولا تنطق ولا ترى، وما تضرش ولا تنفع. الحاجه الاخيره برضو من اثار ظهور الاسلام في حياه العرب، وهي ان الاسلام ارسى دعائم الامه المحمديه، الامه الاسلاميه، اللي هي افرادها بيتعاونوا في الخير، ودايما طريقهم او معاونتهم على البر والتقوى وليس على الاثم والعدوان. يبقى كده احنا كوننا صوره عامه ان الاسلام دايما كان بيحقق صفات ايجابيه في بلاد العرب بعد ما ان انتشرت الصفات السلبيه في فيهم. طيب السؤال اللي بعده السين 3 بيقول هو الى اين اتجهت انظار العرب بعد ان توحدت كلماتهم تحت لواء الاسلام؟ اكيد اتجهت انظارهم يا جماعه خارج حدود البيئه بتاعتهم، عايزين الاسلام ينتشر في البلدان المجاوره زي مصر، العراق، بلاد فارس، شمال افريقيا بدولها كلها زي تونس والمغرب
الجزائر. السؤال اللي بعده بيقول طيب ايه النتائج المترتبة على حركة الفتوحات الإسلامية؟ والعرب بعد ما استقر الإسلام في بلادهم فكروا يفتحوا البلدان دي، ايه اللي حصل؟ فعلا استطاع العرب ان هم ينقلوا الامم الاخرى اللغة، ينقلوا اليها اللغة العربية، وينقلوا الدين الاسلامي، وينقلوا كمان آداب العرب. طيب اللغة العربية بعد الفتوحات دي اصبحت هي السائدة في كل او اغلب البلدان التي تم فتحها. طيب والبلدان دي يا جماعة اهلها عملوا ايه؟ دخل اهل البلاد المفتوحة في كلهم في الاسلام الا قليل، ونبغوا في اللغة والفقه والعلم. ولو راجعنا ودورنا في التاريخ الإسلامي هنكتشف ان اغلب الأدباء في العصر ده كانوا من دول غير عربية، زي مثلا بلاد فارس او غيرها. طيب سمات الأدب في عصر صدر الإسلام ككل، وبعد كده هنتكلم النهاردة على سمات الشعر فقط ونكتفي بيها. سمات الأدب ككل، الأدب كان ماشي في ركب الحضارة الإسلامية الجديدة، بيحاول ان هو يمهد لها الطريق ويفتح لها ايه الابواب المغلقة، ويسهل الصعوبات اللي قدامها والعوائق، عشان الدولة الإسلامية تنجح والحضارة الإسلامية تتقدم وتتطور وتنتشر عبر الايه دول العالم. ولذلك هنلاقي الشعراء كانوا كل همهم في الفترة دي ان هم يدافعوا عن دينهم، ويمدحوا الرجال الكبار في هذا الدين، وعلى رأسهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم من بعده الصحابة الكرام الكبار زي الخلفاء الراشدين. وطبعا كانوا الشعراء بيتأثروا بأسلوب القرآن العذب من حبهم ليه وكثرة تلاوتهم للقرآن، وببيانه الرصين يعني فصاحته القوية. وأيضا تأثروا ببلاغة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وفصاحته في الأحاديث النبوية الشريفة اللي كانت نموذج لوحدها في ضرب المثل على جمال اللغة العربية. هندخل على يعني بداية العصر في صدر الإسلام، وهو الشعر يا جماعة. الشعر كان من أقوى الأنواع الأدبية اللي دفعت عن الإسلام في بداية زمن الإسلام. فلو بصينا على سمات الشعر في عصر صدر الإسلام هنلاقي إن ليها يعني حاجات السمات دي ليها تعلق باللغة من ناحية، وبالمعاني من ناحية تانية، وبالأساليب من ناحية تالتة، وبالأغراض من ناحية رابعة. يبقى احنا نتكلم على الشعر، لغته ومعانيه وأساليبه وأغراضه، وهنلاقي إن الأربعة دول اتأثروا بشكل كبير جدا جدا بالإسلام. اللغة والمعاني يا جماعة، هنلاحظ إن الشاعر هذب لغته، شال الألفاظ اللي كانت فيها أي حاجة محرمة، وجاب ألفاظ مهذبة جميلة مناسبة لألفاظ القرآن والسنة الكريمة. وكمان لو في ألفاظ غريبة قبل كده في الشعر الجاهلي مثلا شالها، واعتمد على الألفاظ السهلة اليسيرة كما جاء القرآن الكريم وكما كانت السنة النبوية المطهرة. الشاعر أيضا توسع في استخدام دلالة الألفاظ من معنى إلى معنى آخر، وطبعا بين المعنيين مناسبة، استخدم ألفاظ لها أكتر من دلالة، إن الكلمة يكون لها معنى قبل الإسلام ولها معنى بعد الإسلام. وكمان ظهرت ألفاظ لها علاقة يعني قوية بالإسلام زي الصلاة والصيام والزكاة، وزي الإيمان وزي الكفر، المؤمن والكافر. وده طبعا كان نتيجة حبهم للدين الإسلامي وحرصهم على تعلم أحكام الدين. طيب تعالوا كده نشوف كمان الأساليب. الأساليب في عصر صدر الإسلام كانت بتعتمد على سهولة الألفاظ وجمال الألفاظ، التأنق في استخدام الأساليب والتفنن في أنواعها، إن هو يعدد في الأساليب. طبعا احنا عارفين الأساليب زي أسلوب الاستفهام، أسلوب التعجب، أسلوب النداء من الأمر، النهي، النفي، أساليب كتيرة، القصر طبعا وخلافه. فكان الشاعر بيعدد في هذه الأساليب امتثالا لما جاء في القرآن الكريم، ونحن نعلم أن القرآن طبعا ما يمتلئ بالأساليب اللغوية الجميلة. طيب من حيث الأغراض بقى، ودي حاجة بتيجي في الامتحان كتير جدا، الإسلام أدخل أغراض جديدة على الشعر، ومن أشهر الأغراض شعر الفتوح والمغازي. فتوح معناها فتح دولة جديدة ما كانش فيها الإسلام، والمغازي مفردها غزاة أو غزوة، وهي الحرب اللي اضطر ليها المسلمين يحاربوها عشان يأمنوا من غدر العدو، أو يحاولوا إن هم يعني يخلصوا دولة من الدول من ظلم مثلا قوة عظمى فرضت عليهم عبادة الأصنام أو عبادة أي نوع من أنواع الآلهة الأخرى من غير الله يعني.
فالشعر للفتوح والمغازي فرضته دواعي الجهاد في سبيل الله، فكان الشعراء فرسان بيحاربوا، وفي نفس الوقت أداة دعائية أو لسان كده بيدعو المسلمين ويشجعهم ويحمسهم على الجهاد في سبيل الله عز وجل. وكان طبعا بيشترك في فتح البلدان وبيدعو أهلها إلى الدخول في الإسلام. طيب احنا كده يا جماعة وصلنا لنهاية الكلام على الشعر في عصر صدر الإسلام. هنسيب النثر دلوقتي وهندخل على طول على حل بعض الأسئلة اللي بتتكلم على الشعر في عصر صدر الإسلام. تعالوا بينا نبدأ في الكلام دون في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.